حرفيا ده تقريبا اجمد جيلاتي ممكن تاكله في حياتك. عمرك شفت ايس كريم قوامه عامل زي الموتزاريلا كده؟ مساء الفل، معاكم احمد الشريف، والنهارده احنا عند مشمش موجود في بحري على البحر وسط اسماء كبيره قوي في مجاله. انا رحت له الحقيقه بناء على دعوه منه عشان اجرب انواع الايس كريم او الجيلاتي اللي باطعم انا اول مره اسمع عنها. عمري ما شفت محل بيعمل اطعم زي السفندي والبرتقال والجوافه والرمان والمشمش وغيرهم كتير، وكمان عمل اطعم لرمضان زي العناب والتمر هندي وقمر الدين وبلح التمر. اهلا وسهلا بيك. قول لي يا باشا ايه الدنيا؟ بص انا عامل فواكه فريش، فاكهه الموسم ومحولها الايس كريم. يعني عامل سفندي بلدي، عامل موز بلدي، عامل جوافه، ايس كريم رمان، برتقال بلدي، كانتالوب. طبعا الشوكولاته والاوريو والنسكافيه دول موجودين عادي. عامل بقى حاجات رمضان، يعني عامل حاجات رمضان بس عاملها ايس كريم. زي ايه؟ عامل جيلاتي عناب اسواني، عناب، عامل جيلاتي تمر هندي، عامل جيلاتي تمر هندي، وعامل جيلاتي بلح كمان، وجيلاتي قمر الدين مشمش ده على اسم المكان، ده موجود طول الموسم. لا وريني مشمش ده. طبعا عندي المستكه طبعا اليوناني ده قمر الدين، وعندي المستكه اليوناني حاجه مميزه عندي في المحل. ماشي. حتى على الرز بلبن، بتنقل الطبق الرز بلبن في حته ثانيه. طبعا الرز بلبن عليه ايس كريم مستكه مع قطعه قشطه بلدي مع مكسرات بندق، ده مميز في مشمش. بس انا عاجبني القوام بتاع الايس كريم نفسه حتى. بص حلو قوي المستكه، لا قوامها جميل وطعمها حلو. مستكه يوناني يعني طعمها لا اصل المستكه يوناني، اصل المستكه يوناني والقشطه بلدي. دي ميزه بتميز مشمش بيتميز اللي كل منتجاته فريش، حتى بسكوتة الايس كريم فريش. وريني كده بقى حاجات رمضان اللي عندك. عندي التمر هندي، ده تمر هندي. تمر هندي خام. انت عامله ازاي؟ معمول جيلاتي. جامد جدا بصراحه. بألف هنا. دي مفاجأة اعملها الناس اللي بتحب مشمش، بتحب تيجي المشمش، واللي ما اكلش من مشمش فاتوا كتير جدا. لا بصراحه منتجات ايس كريم مختلفة حلوه جدا بصراحه. ده عناب اسواني، ده جيلاتي عناب اسواني. طب انا معلش، انا عندي سؤال. طبعا هو طعمه تحفه جدا وطعمه عناب، اللون ده لونه الطبيعي، ده طعم المنتجات دي كلها بدون الوان صناعيه، بدون اي اضافات عليها. كل دي فواكه فريش، حاجه طبيعي 100%. حتى الليمون عندي طبيعي 100%. ده حليب، ده الليمون، ده ليمون الابيض، ده ليمون، ده ليمون. حطش الوان صناعيه على منتجات كلها طبيعي. ليمون كده يعني، ده كده ليمون، ده ليمون. جامد جدا. كل المنتجات فريش، جامد جدا. ميزه بتميز المكان وبتميز مشمش. لا ما فيهوش المراره بتاعت الليمون اللي انا مش ولا مراره ولا مزازه جامده قوي. لا بألف طعمه حلو، بألف حلو. لا بصراحه يعني التجربه نفسها ان الحاجات دي مش موجوده عند، انا ما دقتهاش عند اي حد بصراحه. طبعا انا غير اللي بيختلف عندي طبعا الرز بلبن، العاشوره، المشمشيه. الرز بلبن والعاشوره والمشمشيه وام علي والبليله، كل حاجه بتتاكل بحاجه، يعني كل حاجه لها اكلها. للي بيحب الاكل، اللي عايز بيحب ياكل يجي مشمش وانا اكله بصراحه. ولو انبسطش يعني. انا مكان ترحيبك اولا بوشوش الناس وبشاشتك كده مع الناس. لا ده مكانك، ده انت منورني. حلو قوي بصراحه يعني. نورتنا اصلا في ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا هاخد بقى الحاجات اللي انت قلت لي عليها دي كده، اقعد اجربها دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه. تنورني. جربت من عنده تقريبا كل انواع الايس كريم، كلها بلا استثناء كانت تحفه قوي. سكرها مظبوط وتحس ان انت بتاكل الفاكهه بطبيعتها كده زي ما هي. وكمان الحاجات العاديه زي الحليب او الشوكولاته كانت جميله جدا. حتى اللي ما كنتش بحبه فيهم زي الليمون عجبني قوي. كمان بيعمل بسكوت الايس كريم فريش عنده، مش عايز اقول لكم ريحتها كانت عامله ازاي، روعه. جربت كمان من عنده طبق الشبح، وده عباره عن رز بلبن وعليه ايس كريم مستكه، وممكن طبعا تغير نوع الايس كريم زي ما انت عايز، وعليهم مكسرات وقشطه بلدي وعسل. جريمه في حق نفسك لو ما جربتش الطبق ده، فعلا عظمه في كل حاجه حرفيا. كل طعم فيه باين وواضح وكويس قوي، من اول قوام وطعم الرز بلبن المميز وطعم البندق المحمص والقشطه البلدي، وميكسهم مع جيلاتي المستكه بناء على اقتراحه كانت حلوه قوي. جربت كمان من عنده المشمشيه، كانت حلوه جدا برده، وسكرها مظبوط، وطعم قمر الدين فيها كان مميز قوي. اجمالي كده تجربتي للمكان انه فعلا يستحق انه يتجرب، فعلا مميز وبيعمل حاجات مش عند حد، وانه لو خد فرصته ممكن يعدي ناس كتيره قوي في مجاله. كل الكلام ده بقى بيعمله شاب في قمه البشاشه في وش الناس اسمه كريم، وبجد الله ينور يا كيمو. وبس كده، اشوفكم بخير الفيديو الجاي، سلام.